أعزائي المشاهدين متابعين قناتي المتواضعة، أهلا وسهلا بيكم وتحليل ما قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين الجاي في الدوري العام. جمهور الزمالك العظيم قاعد وبيسأل نفسه أهم سؤال: آخر 4 ماتشات في الدوري الأهلي غلبهم مع الزمالك وجاب 11 جون فينا واحنا جبنا جون واحد. طيب، من شهر تقريبا لعبنا ماتش الكاس، نهائي الكاس في السعودية، وكنا ماسكين الكورة 85 دقيقة وضيعنا كور على الأهلي، وكنا ماسكين الجيم. وفي الدقيقة 85 من كرة غريبة كده خبطت في قصبة إمام عاشور، وطبعا الفار تدخل وتركي الشيخ تدخل واتحسبت جون، وبعد كده قفشة جاب الجون التاني. طيب، الماتش اللي جاي ده الأهلي ناقص منه الشناوي وديانج ويمكن علي معلول والشحات وإمام عاشور، أسماء تقيلة جدا. يعني الأسماء واللعيبة المؤثرة جدا في الأهلي، وياسر إبراهيم. ويعني إيه، الأهلي ناقصه 7-8 من أهم لاعيبته. هل دي فرصة بقى للزمالك ولاعيبة الزمالك إن هم يصحوا ويفوقوا ويغلبوا الأهلي؟ يا جماعة، احنا بقالنا سنين بنتغلب نفسيا من الأهلي، بنتغلب نفسيا، بنبقى فايقين وماشيين تمام، واخر الماتش الاخير ده كنا فايقين وزي الفل، وايه اللي حصل؟ غلبنا برضه. دي فرصتنا، دي فرصتنا، مش عشان ناخد الدوري، يعني الدوري لسه قدامه، يعني احنا نتائجنا كارثية في الدوري، بس على الاقل نوقف نزيف الخسائر من الاهلي اللي بقالها 4 ماتشات دي يجيبوا 11 جون فينا ونجيب احنا جون واحد، يعني سجل كارثي. دي رسالة للاعيبة الزمالك. انا عارف جمهور الزمالك كله رايح والتذاكر خلصت، وجمهور فوق راسي وجمهور وبطل بطل لاعيبة الزمالك. يا رب تكونوا فايقين، يا رب ما تأننوش، يا رب تاكلوا النجيلة، يا رب تفوزوا وتحاولوا تفوزوا. كفاية بقى قلة كرامة، كفاية مرمطة ليكوا وللجمهور. احنا بقينا نمشي في الشارع نقول هنغلب امتى، بقينا نضرب اخماس في اسداس. بلاش الموضوع النفسي ده يفضل عقدة عندنا فور ايفر. لازم وقفة، ولازم رئيس نادي الزمالك حسين لبيب يقول لهم يا جماعة كفاية بقى كوارث، واصحوا وفوقوا، خلي عندكم كرامة وكلوا النجيلة والعبوا، والتوفيق بتاع ربنا. ما ينفعش ان اخر 4 ماتشات الاهلي يجيب فينا 11 جول واحنا نجيب جون واحد بس. نادي الزمالك فريق كبير ولاعيبته لازم تحس بكده. زيزو يا رب يكون فايق، مصطفى شلبي يا رب يكون فايق، الباقي الجداد دول مش بطالين، يعني ها ربنا يستر. عواد ومحمد صبحي، مالك يا عواد؟ فينك يا عواد؟ اصحى وفوق بقى يا عواد. الجون الماتش الاخير ده جه فيك حته جون يعني من فيوتشر، حاجه مسخره اللي من الكورنر. اصحى وفوق يا عواد، انت بتاخد ملايين يا عواد. يا رب يا رب كل التوفيق لنادي الزمالك العظيم، مع كل الاحترام للنادي الاهلي. كالعاده بنقول للخسران هارد لك والفايز مبروك، وان شاء الله نطلع بعد الماتش ونحلل لكم اللي حصل في الماتش. توقعاتي انه يبقى تعادل. الاهلي برضو بغياباته الاخرانيه دي متاثر جدا، غلب زد بالعافيه بجون فطيس كده في الدقيقه 85، ولسه كان متعادل مع انبي بيوجعني ويعني كان مغلوب من البنك الاهلي. الاهلي متاثر جدا بالغيابات، امام عاشور مهم، الشناوي مهم، معلول مهم، اليو ديانج الدبابه مهم. فدي فرصه الزمالك، وحسين الشحات مش موجود، فرصه الزمالك انه يغلب الاهلي ويسترد يعني شويه من الكرامه ويظبط نزيف النقاط ده ونزيف الخسائر من النادي الاهلي.
ماتش هيبقى جامد جدا وقوي. واحلى حاجه فيه بقى الماتش انه يتم اقامته في استاد القاهره، ومحاولات تركي الشيخ انه ياخدوا السعوديه ويفت دنانير والريالات. الحمد لله ان الزمالك رفض. احنا عندنا كرامه، وجمهور الزمالك عنده كرامه، ونادي الزمالك نادي كبير، ومش كل مره ترملنا الريالات والدنانير هنجري وراها يا عم تركي الشيخ. غير كده الفيفا ما وافقش ان ماتش يبقى في الدوري، يعني في الدوري المصري، وتلعب في ارض غير مصريه. مبروك مقدما ان شاء الله للزمالك، يا رب يا رب يعني يفوز. وكل الاحترام للنادي الاهلي، نادي عظيم وكبير، بس يعني يرحمنا شويه بقى، يعني ايه، يعني يدينا حته من التورته مره، يعني مش كله ضرب 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 يعني يا اهلي. فهنشوف ايه اللي هيحصل، ونترقب ونتوقع مباراة قوية جدا. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.